وانتم عندكم حافلات من عهد الحجري يركب فيها خوف وخفرع ومنقى ورعه. مؤخرا حلوا مشروع لتحلية المياه، ظهر لتخريط المياه، ظهر مش يحلوا في الماء، يخروا في الماء. والفيديو موجود ويقولوا سكر الروبينيه رانا دخلنا وهما ذكين يقول لك سايح. يا ودي انت تقول له زاير وتقول له سايح، انا نسميه سارح مع كامل احتراماتي للصراح. اصبح تونس يا ناس ملاح، ما تقبل كان الصراح، يا كرهولي لوح زلاطك والراح، لوح عصاتك ويجي اجري اضرب الماندا 700 يورو يا جدك وقيد اني ماشي لتونس. اقسم بالله الجزائري كي يجي لتونس كان يمشي يهبط في شارع حبيب بورقيبه يعمل سيلفي، اعمال منقاله نتاع شارع حبيب بورقيبه، ويتلفت يلقاش واحد حاكم ميكروفون باش يمد وجهه على الميكروفون يقول له تونس ما فيها والو، تونس تونس خير. عندهم لا سياحه لا شيء. انا ابن حدود نلقاها مهزينه معاهم العصير وهزينه معاهم الماء المعدني وهزينه معاهم الدجاج في سياراتهم. تقول واحد ماشي للكشافه، عمرك شفت سايح هاز معاه دجاجه مذبوحه حاطها في مان نتاع كرهبه وضرب 4 ستيك نتاع ماء، والماء نتاعها نزيد نسميهولهم اسمه بوغليز. تصور ماء اسمه بوغليز، هو الماء يخوف، وتلقاه معبي سيارته بالماء وعصير رامي وضرب لي ياغورت بنينه وضرب لي كماكا وجاي كيري جراج مستودع جراج. انا مره تعديت بجنب جراج تفشعت لقيت 44 صباط برا، عديت 44 صباط معناها 24 واحد يباتوا داخل ويخلوا في صبابيتهم من برا. 44 صباط مسكرين التروطوار. ودي قلت ايش ثم زرده ولا شنو ولا وليه ولا عرسنا. الجراج يهز كرهبه يحطوا صبابيتهم من برا يرقدوا الداخل. تلفت شيره البحر، الرمله اللي متلفته شيره البحر كلها سوداء، عامله خط مروحه اللمبه بخرا. اخرج تم بيت حط هبط سروالك اخره في البحر يروح. يا ودي طلاين تشكوا طلاين تشكوا لمبه دوزه. قال لك قالنا يا برونتو خياط، قال لي بيرفافوري ميردا لا ميرا، قال لي حتى الخرار روح اللمبه دوزه. قلت له يا اخويا الطلياني بيرفافوري ايوتو تشاو، احنا جيرانكم عنا الاف السنين ما وصلتكمش حتى خريه متاع حمامه، حتى خريه متاع حمامه ما وصلتكمش. الله غالب ولد عمي. راهو عنا هذايا مواطن خراي. مؤخرا حلوا مشروع لتحليه المياه، ظهر لتخريط المياه، ظهر مش يحلوا في الماء، يخروا في الماء. والفيديو موجود ويقولوا سكر الروبينيه رانا اتخذنا وشيء. حاجه اخرى لما يقول لك ننابي لتونس ونصرف على تونس ونمول في تونس، والله انا توا التقارير انا لاني سياسي لاني معارض لاني عدوسي، انا مواطن تونسي زوالي ابن الشعب. هاي الجايه يا جزائريين، كيفاش دولتكم تعطينا في 300 مليون ومليارات وكذا وانتم عندكم حافلات من عهد الحجري يركب فيها خوف وخفرع ومنقى ورعه. عندهم حافله اقسم بالله انا نحل لك الكاميرا تو وتونس شربت 300 حافله جديده، حتى اللون الاصفر. شوف التونسي الحافله يا اخي اسعد ادهنها بالاصفر، اللون الاصفر يقوي الذاكره. معناها انت كتكون راكب في حافله في تونس وماشي تعدي في امتحان، الذاكره نتاعك تولي قويه. الكار كي تركب في الكار تحس ان الكار تدعي عليك بالخير، تقول لك برا يا خياط الله يسهل قسمك، برا يا خياط الله يحل في وجهك. الكار في الجزائر تقول له عندهم كيران الطيح تسب ذاك راكب فيها وتسب فيك. لا خدمت وجيت اقعد يا با لا بص على نظرك. اقسم بالله يا عندهم حافلات يا تقول باكو حليب يمشي على رجليه، صندوق نتاع حليب باكو في توكس. عرفتك الصندوق في توكس نتاع الحديد، صندوق في توكس علبة في توكس فيها 4 جاري وتمشي بهم. انا عندي تقرير تو نوريهولك. قيس سعيد ولا الحكومه التونسيه شرت 300 حافله مصريه دفعه اولى راهي ذي، ووروها في الاخبار وهاي الحافلات التونسيه. جينا نقارنوا كيفاش المواطن الجزائري الحكومه الجزائريه اللي تساعد في تونس عندنا كيران جدد وهما عندهم كار ركب فيها خوف وخفرع ومنقى وراها، وزاد من بعد ورث يركب عليها امن حوطب كان يركب فيها الكرابيك. اقسم بالله يا الحافله هذيك انا قبل في الابيض والاسود في عهد
فاتن حمامه وعادل الامام. عرفتك الموتوسيكل اللي ركب عليه سلامه يا صاحبي هو وعادل الامام؟ اقسم بالله كان جد من. ويقول لك احنا انا نمولوا فيك. يا ولدي يزكم بالكذب، يا ولدي احترموا عقولنا. يا ودي قالوا اقسم بالله يا اخي اسعد منهم مره. كان نلقى سياره نتاع واحد جزائري هذا عماها برشني، هذا عماها شطر نتاع شطر نتاع عتروس، الكره نتاع ماعز، قاسمه وحطه في الكربه من التالي ومغلفه بالالمنيوم وحط عماها الماء وضرب عماها 4 كيلو عدس. يا ولد عمي قلت شنو هذا؟ مش الكشافه. انا نعرف انا ما نعرف. كان واحد الكشافه. انا كنشوف المشاريع التونسيه اكبر مجمع سياحي حاليا تونس تقول فيه يا خويا. يقول لك احنا جو 3 ملايين، ماهوش صحيح. يجوا من اجل التمتع بالمنحه فقط. انا نطالب الدوله التونسيه اني ما عادش يلزم تعملهم تشدهم الساعه، تخليهم حاجه 7 ايام. علاش 7 ايام؟ تخليهم 7 ايام جوع ومن بعد تدخلهم. علاش 7 ايام جوع؟ باش ما يلقاش ما يخرع في تونس، باش يدخل فاضي خاوي، يدخل خاوي يولي يجي نشبعوا في تونس ونبعثوا يخرع في الجزائر. يلزم الدوله التونسيه تعمل له 7 ايام حاجز جعان باش كي يدخل ما يخرعش. تدخلوا لتونس توكلوا وترجعوا يخرع في الجزائر. هذا الحل الوحيد. بالله عليك هذا مستوى، هذا اسكت انت لو خاري انت لو خاري مترو مكعب في تونس. هذا خرا مترو مكعب خرا. هذا خراها في البحر. ها سيدي مستوى هذا انا الحوت كعبه سردينه. قلت لي يا خياط يا الرب العالي يا الخياط، قلت لي راني ما عادش قادر نتنفس. كعبه السردينه والله غدوه الوراد طول السردينه ما يحلوا بيك اللايف. يخرجوكم في البحر. شكرا. بس تحلية المياه هذا مصطلح جزائري. تحلية المياه، تخرية المياه. شو يحلوا في المياه؟ حلوا الروبيني خرج لنا اسود. اطلقنا عليه. بس يا اخي والله عندي فيديو عندي حاب اوري لك. لا خلاص بس والله بس هاي تحياتي لكم ومعكم الاخوه التوانسه. تفضلوا. انا تحيه للناس كلها وتحيه للمستمعين. لا تخاطبوهم بعلمكم يا توانسه، ولا تخاطبوهم بادبكم، ولا تخاطبوهم بمعلوماتكم، فان المواطن الجزائري يفقه بلغه الخياط. خليك اسكت. ما انا لا اتحدث معك. انت جاسوس وانا قرطاجي. لا اتحدث معك. ما يريد يتكلم معك يا ابو انا لا اتحدث معك. لو كان الحديث معك والله الا ما تعمل كوردة. هذا الاول السيد ذا انا اشك فيه اللي هو خارف البحر. شكرا لك يا مو ساعتك حق الرد. تفضل يا اخي.